السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنقول في تفسير رؤية الشعر الطويل في المنام للمطلقة، وحابة أذكركم إن تفسير الأحلام ما هو إلا اجتهادات، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. بالله عليكم ما تنسوا تحطوا اللايك وتنزلوا تصلوا على النبي في الكومنتات. رؤية الشعر الطويل في منام المرأة المطلقة بيدل على الكرامة والعزة واستعادة الثقة بالنفس. كمان بيدل أيضا الشعر الطويل في منام المرأة المطلقة على تحسين في حالتها النفسية والصحية والمعيشية بعد فترة من الضيق والانفصال. كمان رؤية الشعر الطويل في منام المرأة المطلقة بيدل على الستر والعافية وطولة العمر، والله تعالى أعلى وأعلم. ولو كان الشعر الطويل في المنام ناعم وجميل، فده بيدل على أيام على قدوم أيام مليئة بالراحة والاستقرار، وكمان بشرى بزواج جديد إن شاء الله، وعلاقة جديدة هتعوضها عن الماضي، وهتكون علاقة طيبة ومحمودة، وهتكون مرتاحة فيها وسعيدة فيها. كمان بيرمز الشعر الطويل في منام المرأة المطلقة إن كان لو شافت إنها بتنشطه أو بتعتني بيه، فده بيدل على إنها بدأت تعتني بنفسها وتتجاوز مرحلة المشاعر السلبية والحزن، وبدأت تشوف حياة جديدة سعيدة بأمر الله تعالى. ولو شافت ولو كمان بيرمز أيضا الشعر الطويل الممشط أو المتسرح وجميل، ده بيدل أيضا على بداية جديدة وتجديد في الحياة. كمان لو شافت الشعر الطويل لكنه متشابك أو ما كانش يعني متسرح كويس أو كان متسخ، فده بيدل على مشاكل عالقة في تفكيرها الزائد في الماضي، والله تعالى أعلى وأعلم. كمان بيشير أيضا لمشاكل يعني في الوضع ده بتحتاج صاحبة الرؤية إنها تحتاج إن ترتب أمور حياتها وأولوياتها، وتتخلص من التوتر الزائد اللي هي بتمر بيه. وإذا قصت المرأة شعرها الطويل في المنام، فده بيدل على اتخاذها لقرار حاسم في حياتها، والتحرر من قيودها النفسية والاجتماعية. حابة أقول حاجة، إن الشعر الطويل في منام المرأة المطلقة غالبا بيبشر بتغيرات إيجابية هتحصل في حياتها، سواء كانت عاطفية أو نفسية أو مادية، وبيدل أيضا على إن القادم بأمر الله في حياتها هيكون أفضل وأفضل، والله تعالى أعلى وأعلم. دمتم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.